نفكر ازاي لما نلاقي الرومانسية قلت او لما نلاقي مظاهر الاشتياقات الاولى ما بقتش موجودة زي زمان. عشان نفهم القصة دي هنحتاج نشبه علاقة الزوج مع الزوجة او علاقة الاتنين الشركاء اللي بيحبوا بعض في الحياة الزوجية بعلاقة الام بالجنين بتاعها. زي ما الأم بتمر مع الجنين بمراحل متنوعة، علاقة الشريكين مع بعض بتمر بمجموعة من المراحل ليها علاقة بعمق الحب وفي نفس الوقت بالشكل بتاع العلاقة. مرحلة الطفل بدأ يتعلم المشي، بيبدأ الطفل في علاقته مع مامته يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، بيبدأ ياخد استقلاليته بعيدا عنها بشوية بشوية. يبدأ يتعلم المشي، أول ما يتعلم المشي عايز يجري. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، يا ترى ماما هنا حبها بيقل للطفل ولا محبتها بتزيد؟ طبعا كل الأمهات هتجاوب وتقول بالعكس، ده كل يوم بيزيد غلاوة عن اليوم اللي قبله. وده فعلا اللي بيحصل، ان بالرغم ان الشكل الخارجي للعلاقة في تباعد بيحصل بسيط وفي استقلالية الام بتبدأ تحصل عليها والطفل بيبدأ يدور عليها ويحصل عليها، الا ان علاقة الحب فعلا عمالة بتكبر وعمالة بتنضج وعمالة بتنمو. نفس الكلام بيقابلها ما بين الشريكين مرحلة ما بعد مرور شهر العسل او ما بعد مرور السنة الاولى من الجواز. بنبدأ كل شريك من الشريكين بيبدأ ينشغل. الزوج بيبدأ ينهمك في شغله اكتر واكتر بعد الانهاك المالي اللي هو بيتعرض ليه في بداية الجواز وفي مرحلة الخطوبة. تبدأ الزوجة هي كمان تنشغل بشغلها، تبدأ تنهمك في شغل البيت، تبدأ تنهمك في الحمل والولادة وتربية الاولاد. فبيبقى الشكل بتاع العلاقة الخارجي ان الزوجين هنا ما بقوش يقضوا مع بعض الاوقات اللي كانوا بيقضوها مع بعض زمان. يبدأ كل واحد يبحث عن جزء من استقلاليته. الوضع ده في الحقيقة طبيعي، بس محتاج يكون في نضوج من الشريكين. محتاج ان كل شريك يبقى عنده شطارة في التوازن ما بين بحثه عن الاستقلالية وفي نفس الوقت التزامه بعهد الجواز، التزامه بالرومانسية، التزامه بعلاقة الحب مع الطرف الآخر. المشكلة بتحصل لما بيكون في طرف من الطرفين، الزوج أو الزوجة، سابق الطرف الثاني في مستوى النضوج النفسي. الشريك الأكثر نضوجا بيمشي بخطوات ثابتة ناحية الاستقلالية مع التزامه بالحياة الزوجية وبعلاقة الحب المقدسة بينه وبين شريكة حياته. الشريك الأقل نضوجا هو اللي بيبدأ يبادل الطرف الثاني بالاتهامات ويبدأ يقول له أنت ما بقيتش بتحبيني زي الأول، أو أنت ما بقيتيش بتحبيني زي أيام الخطوبة. وعشان كده محتاجين ندرك احنا الاتنين كويس كشريكين في الحياة ان علاقة الحب ما بيننا بتزيد مع العشرة يوم بعد يوم، وبنبدأ نتنازل برغبتنا عن الالتصاق الزايد عن اللزوم اللي يعطلنا عن الاستقلالية الطبيعية الصحية.